ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض تشكيلة مخلل قرنبيط وجزر وبطريقة سهلة. بس قبل ما ندخل الفيديو حابة اطلب منكم انكم تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نسمي الله ونبدأ الفيديو. نشوف بقى الخضار. معايا قرنبيطة كبيرة منضفاها وشايلة الورد بتاعها الورق بتاعها، ومعايا ليمون، معايا 12 ليمونة او 13 ليمونة حسب ما انتي حابة. والجزر ده كمية كيلو. غسلته كويس قوي وهبدأ ان انا اقشره بالمقشرة كده بالشكل دوت. هنبدأ نعمله كل الكمية بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دوت، وهشيل مكان الوردة اللي فوق كده بالسكينة هقطعها بالشكل دوت كده. وهنا بقى كنت خلصت كل كمية التقشير الجزر، وغسلته كويس قوي ونشفته. هبدأ بقى اجيب البلانشة بتاعتي وسكينة المخلل، وهبدأ ان انا اقطع معايا الجزرة بالشكل دوت كده. وطبعا لو حابة ان انتي تعمليه بالسكينة العادية عادي مفيش اي مشكلة، بس احنا بنقول ان السكينة دي بتديله منظر حلو يعني في الاكل وكده. هبدأ ان انا اقطعه بالشكل دوت. طبعا انتي التقطيع ده على حسب ما انتي عايزاه طويل، عايزاه قصير، عايزاه تخين او رفيع، ده حسب التقطيعة بتاعتك. انا خلصت كل الكمية بالشكل دوت كده. هبدأ ان انا احط الجزر اللي قطعته في طبق وهركنه على جنب. بعد كده هجيب البلانشة بتاعتي وهبدأ ان انا اقطع القرنبيطة. واحنا بنجيب القرنبيطة نجيبها قرنبيطة اللي هي البيضة دي، بتبقى طعمها حلو قوي وبتبقى طعمها سكري. هبدأ اقطعها كلها كده بالشكل دوت. هنجيب بقى طبق كبير وهنبدأ ان احنا نقطع القرنبيطة. انا قطعتها بالعروق بتاعتها. العروق بتاعتها دي احنا مش بنشيلها منها لان بيبقى طعمها سكري، بتبقى جميلة. هبدأ ان انا اقطعها بالشكل دوت. طبعا تقطيعتك انتي اللي بتتحكمي فيها. انا بحب التقطيعة بتاعته تبقى كبيرة، متبقاش رفيعة جامد، ويبقى طويل كده بالشكل دوت. وزي ما قلتلك العروق بتاعته دي بتبقى طعمها حلو قوي وسكري، ما بتبقاش مرة ولا حاجة. هقطعه كله بنفس الشكل. وزي ما قلت لك انت اللي بتتحكمي في حجم التقطيعه بتاعتك. انا حابه ان هو يبقى كبير كده. وهخلص كل الكميه بنفس الشكل دوت. هنا كنت قطعت القرنبيطه كلها بنفس الشكل ده كده. معايا بقى قرنين فلفل كده احمر. هبدا ان انا اقطعهم كده انعمهم عليها بالشكل دوت. والفلفل دوت بارد مش حامي. قرنين كده هنعمهم كده بالطريقه دي. بعد كده هضيف لها بقى هريسه الشطه، وهريسه الشطه دي حاميه. هبدا ان انا اضيف لها 3 معالق كبار. بعد كده هنزل عليها بالجزر، وهديها كده تقليبة مع بعض كده، تقليبة سريعة. معايا بقى الليمون. هبدأ ان انا اقطعه كده يعني ايه شرايح صغيرة رفيعة كده بالشكل دوت. وزي ما قلت لك الليمون ده انت بقى حسب الكمية اللي انت حباها. انا مقطعة بالظبط كده 13 ليمونة. وهنا كنت خلصت كمية الليمون كلها. هبدأ بقى ان انا اقلبها كده مع القرنبيط ومع الجزر. بعد كده هرش لها كده رشة من حبة البركة، رشة كده يعني بسيطة مش كتير. هديلها بقى التقليبة الأخيرة بتاعته. بعد كده بقى معايا البراطيم اللي هعبي فيها المخلل. البراطيم دي انا غسلاها كويس قوي ومعقماها. هبدأ ان انا اعبي بقى فيها المخلل بتاعي. شايفين بقى ما شاء الله شكله بظهر المعلقة كده او بايدينا. نبدأ ان احنا نتك على المخلل عشان ينزل معانا لتحت. اهم حاجة نكون غاسلين البراطيم كويس وتكون يعني منشفينها ومعقمينها كويس قوي.
وبظهر معلقة كده نبدأ ان احنا نتك على المخلل عشان ينزل معانا لتحت في الفراغات الموجودة في البرطمان، بايدينا كده او بظهر المعلقة بالشكل دوت. وهنا برضو كان برطمان تاني صغير كده مليته. شايفين بقى ما شاء الله الكمية. وهنا كان فاضل معايا شوية هنا بس ما كنتش لاقيه لهم برطمان، فقلت اسيبهم دلوقتي واعمل اللي انا عبيته. بعد كده هنا معايا مية مغلية، المية دي انا غليتها كويس قوي. بعد كده سبتها تبرد تماما. بعد كده هنزل بالملح. انا نزلت باربع معالق ملح، المعلقة دي كبيرة يعني ممكن تعمل بمعلقتين كمان. يعني المعلقة دي كبيرة خالص، نزلت بيها باربع معالق مليانين كمان هرمية. وهبدأ ان انا ادوب الملح كويس قوي مع المية دي. دقت المية حسيت ان هي عايزة كمان ملح، ضفت لها كمان معلقة ودوبتها كويس قوي مع المية. بعد كده هبدأ ان انا اضيف المية دي بقى على البراطيم، على المخلل. والمية بتاعتنا يعني هي ملهاش الملح يعني بندقوه مش بيبقى مظبوط ولا بيبقى عادب. لازم يبقى مديكي يبقى حادق شوية معاكي المية وانتي بتعمليها. هبدأ ان انا املي البراطيم كلها كده بالمية كلها بالشكل دوت. المية يعني جت بالظبط معاهم وفضل كمان شوية مية. هزودهم بقى واكمل البرطمان التاني والحبة اللي فاضلين التانيين. هنقفل بقى البراطيم دي بقى كويس قوي بالشكل دوت كده. طبعا كلنا عارفين ان الجزر بيبقى مسكر شوية والقرنبيطة برضو مسكرة. فبعد 3 ايام كده او 4 ايام هبدأ ان انا افتح البراطيم تاني وادوق الجزر، لو محتاج ملح هزود له لان هو هيشرب المية ولسه هينزل يعني. هو سكري فمحتاج ملح ياما. تمام كده. المخلل ده بقى هنحتفظ بيه يعني ممكن تطلعيه بعد 10 ايام 15 يوم، ويقعد برضو معانا لشهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة الشهر الكريم جربوه بالطريقة دي، طريقته سهلة. ما خدش معايا اي وقت خالص ومكونات بسيطة. يا ريت تجربوه وتقولي لي رأيك في الكومنتات.